الشقراوندية، مرحبا بكم في مباراة غريبة مثيرة. الحكم يوقف المباراة قبل وقتها الأصلي، والسبب طرد 10 لاعبين من فريقين منافسين في نهائي كأس السوبر الأرجنتيني بوكا جونيور ضد راسين كلوب. بوكا جونيور تبقى له فقط 6 لاعبين على أرضية الملعب، مما اضطر معه الحكم حسب قوانين الفيفا إلى توقيف المباراة وإنهائها قبل وقتها الأصلي. المباراة عرفت اشتباكات وتدخلات عنيفة أدت بالحكم لا إشعار البطاقات الحمراء وتوزيعها، منها 7 بطاقات حمراء في أرضية الملعب و3 منها خارجه في الاحتياط. قوانين الفيفا أجبرت الحكم على إنهاء المباراة وتتويج راسين كلوب بهدفين مقابل هدف في نهائي السوبر الأرجنتيني ضد بوكا جونيور في مباراة قل نظيرها. نادرا ما نرى طرد 10 لاعبين في مباراة واحدة، مثيرة للاهتمام.